نحن الليلة ليلة 27 من شهر رمضان الكريم، وهذه الليلة الكريمة المباركة اختارها كثير من السلف والخلف على أن تكون أحرى بليلة القدر، ومنهم الصحابي الجليل سيدنا أبي بن كعب. فلقد روى زر بن حبيش أنه قال لسيدنا أبا المنذر وهو سيدنا أبي بن كعب، قال له: أما سمعت ما قاله أخاك ابن مسعود؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، يعني حتى تصيبك ليلة القدر لابد أن تكون محافظا على القيام في غالب السنة. فقال سيدنا أبي بن كعب: رحم الله أخي عبد الله، قال ذلك حتى لا يتكل الناس، أما والله إنه ليعلم أن ليلة القدر في شهر رمضان، أما والله إنه ليعلم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، أما والله إنه ليعلم أنها في ليلة 27. يقول زر بن حبيش: فما زال يحلف ولا يستثني أن ليلة القدر ليلة 27 من شهر رمضان. وأيها المسلم، إن ليلة 27 اختارها العلماء لأنهم قالوا أن الرقم 7 له سر، رقم 7 هذا له سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلذا خلق الله السماوات 7 والأراضين 7 والبحار 7 والقارات 7، وأمر المسلم أن يسجد على 7 أعضاء، والفاتحة 7 آيات، والطواف بالبيت 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات، السعي بين الصفا والمروة 7 مرات، وهكذا خلق الله عدد 7 في أمور كثيرة لسر لا يعلمه إلا الله. لذا فقالوا أحرى بليلة القدر أن تكون ليلة وترية، والوتر في رقم 7 أحرى بأن تكون ليلة القدر. فاجتهدوا في هذه الليلة رحمكم الله، يصيبكم الله من رحمته. ثم اعلموا أن لله عتقاء في شهر رمضان، وذلك في كل ليلة، فاجتهدوا علنا نصاب بنظرة رحمة من الله فنعتق من النار. من منا ليس له حاجة، من منا ليس له حاجة إلى الله الغني الحميد. كلنا إلى الله فقراء، كلنا إلى الله مساكين، كلنا إلى الله محتاجون. فارفعوا حاجاتكم إلى الله، ارفعوا طلباتكم إلى الله، ارفعوا كل ما في قلوبكم إلى الله. وكلنا أصحاب ذنوب وأصحاب حاجات وأصحاب أبناء، فادعوا الله لأنفسكم ولأبنائكم ولمن له حق عليكم. لا تنسوني أيضا من صالح دعواتكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.